لو أرادوا حرب الله وهم يفعلون ورسوله، الحجج موجودة والذرائع السخيفة موجودة، ومشايخ الزور شهداء الزور موجودون في مؤسساتهم، مؤسسات الزور الديني موجودة والله العظيم، حتى في الحرب على الله ورسوله. وما معركة النقاب منا ببعيد، كأنها جس نبض. هل يمكن لمؤسسة دينية أن تعادي النقاب؟ يمكن، وقد فعلتها. النقاب بقدرة قادر بين عشية وضحاها أيها الإخوة أصبح عادة، ليس من الدين في شيء، ليس له جذر ديني، حتى تمنع المنتخبة أن تؤدي الامتحان بفتوى من أعظم مؤسسة دينية إسلامية سنية، شيء لا يكاد ينسلك في الذهن. طبعا ما الذي بقي؟ بقي بعد ذلك أن نبرر حتى الكفر. الخيانة على الأوطان بررناها، محاصرة الناس وتجويع المجاهدين المحصورين أيها الإخوة في سبيل عز الدين والوطن بررناها. محاربة النقاب وحرمان المنتخبات الشريفات العفيفات لا يمكن. نحن لسنا مع القول بوجوب النقاب، لكن لا يمكن أن نقول يوما إن المنتخبة بلهاء أو مبتدعة أو ضد. لا يمكن أن يقال أدنى من أن هذه المنتخبة إنسانة شريفة وعفيفة بالغة التدين، كثر الله من أمثالها، لا نقول أكثر من هذا. أما أن نحاربها وباسم الدين وباسم المؤسسة الدينية، هذه مسخرة. ويأتي القضاء وينتصر. القضاء المفروض أنه قضاء وضعي وعلماني، ينتصر لحرية هذه الشريفة العفيفة. بئس اليوم الذي أصبح فيه هؤلاء وأمثالهم ناطقين باسم الدين وباسم العلم الشرعي، وبئس من يصدقهم، وبئس أيها الإخوة من يدلس حالهم ويريد أن ينفقهم على الأمة. هؤلاء في الدنيا والآخرة حزب واحد مع المتسلطين المستبدين الظلمة في الدنيا والآخرة بلا تفريق بإذن الله تبارك وتعالى.